أهلا بيكم. سنة 2000 كانت فعلا من السنين السينمائية المميزة. اتحفتنا بمجموعة من الأفلام الجميلة اللي عاشت بينا لحد دلوقتي، ودايما بنرجع عشان نتفرج عليها ونستمتع بيها كل مرة وكأنها أول مرة. أفلام زي بروف اوف لايف، اكس مين، ميلينا، جلاديتور، ذا بيرفكت ستورم، ذا باتريوت، وغيرها كتير من الأفلام الرائعة، لأنها فعلا كانت سنة سينمائية عامرة بأفلام على مستوى عالي من الجودة والإمتاع. لكن وعند كتير من الناس يبقى فيلم كاستاوي له مكانة خاصة وتأثير له خصوصيته ومتعة مشاهدة ترك أثر كبير جوانا. وتعالوا ندردش مع بعض عن فيلم كاستاوي ونعرف شوية معلومات عن الفيلم. الفيلم اللي من بطولة النجم الكبير توم هانكس والنجمة هيلين هانت، ومن إنتاج وإخراج أحد عباقرة الإخراج المبدع روبرت زماكس، بيتناول قصة شاك نولاند اللي بيلعب دوره توم هانكس، واللي بيعمل كمحلل أنظمة في شركة فيديكس الشهيرة لنقل الطرود، واللي من خلال طبيعة عمله بيضطر للسفر لزيارة فروع الشركة حوالين العالم لتحسين كفاءة العمل. بعد توديع زوجته اللي بتقوم بدورها هيلين هانت، بيسافر في إحدى رحلات العمل على متن إحدى طائرات الشركة، واللي بتصادف عاصفة شديدة ومناخ متوتر بيؤدي إلى انحرافها وخروجها عن المسار، ثم سقوطها في مكان ما غرب المحيط الهادي، عشان تتحطم الطيارة وتتبعتر الطرود اللي كانت محملة عليها على سطح المحيط. وينجح نولان في النجاة والوصول لجزيرة معزولة عشان يصبح هو الناجي الوحيد من الحادث، ويعزل في الجزيرة لمدة 4 سنين كاملة، وتتوالى الأحداث لحد ما بيتم العثور عليه وإنقاذه. قال هانكس في إحدى اللقاءات سنة 2017 إن فكرة الفيلم واللي عرضها على زماكس بعد كده جات له من مقال عن شركات الشحن قرا فيه إن طيارات شركة فيديكس بتعبر المحيط الهادي كاملا 3 مرات يوميا، فخطر على باله سؤال: إيه اللي ممكن يحصل لو وقعت واحدة من الطائرات دي؟ وبالفعل عجبت الفكرة زماكس وعرضها على كاتب السيناريو ويليام برولس، وتحمس الجميع للفكرة، وابتدى الجميع في التجهيز للفيلم. استغرق تصوير الفيلم 16 شهر كاملين نظرا للتحولات المطلوبة في الهيئة والبنية الجسدية لهانكس، واللي قام بيها هانكس بصبر وإرادة هنأتي على ذكرها لاحقا. الفيلم كمان اتصور في إحدى الجزر التابعة لفيجي اسمها جزيرة مونوريكي، واللي بالطبع أصبحت مزار سياحي بعد عرض الفيلم ونجاحه الساحق. المخرج روبرت زماكس بيقول إن قصة الفيلم في البداية أثارت حفيظة شركة فيديكس، نظرا لأن الفيلم بيتناول تحطم إحدى طائرات الشركة، وحصل تخوف من الإدارة العليا إن الفيلم يأثر على العمليات التجارية ويضر بصورة الشركة. ولكن بعد عدة جلسات بين القائمين على الفيلم والشركة، وافقت فيديكس في النهاية وتحمست لدرجة إنها أشرفت على الإنتاج ووفرت طائرات للفيلم ويونيفورم للممثلين، وسهلت التصوير في فروع الشركة، وقدمت دعم لوجستي كامل لإنتاج الفيلم. بل والأكتر من كده إن الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس فريد سميث ظهر بشخصيته الحقيقية في الفيلم في مشهد استقبال هانكس بعد إنقاذه وعودته للشركة، في المشهد اللي تم تصويره في مقر الشركة الرئيسي في ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية. فيديكس بعد نجاح الفيلم صرحت بأن الفيلم أسهم في تسويق ومعرفة العلامة التجارية للشركة، نظرا لعرض الفيلم في دور العرض حول العالم ونجاحه الكبير. وبما أن الفيلم بيتكلم عن العزلة والوحدة والصراع للنجاة والبقاء، فبالتأكيد هيبقى فيه عاملين مهمين جدا لربط المشاهد بالقصة وإقناعه، وهما الأداء التمثيلي لهانكس ودراما الأشياء اللي هتساعده على الحفاظ على حياته. وخلونا نبدأ بهانكس. الحديث عن الإمكانيات التمثيلية وموهبة هانكس حديث يطول ومحتاج مننا حلقات عشان نتكلم عن المسيرة اللامعة لفتى هوليوود الذهبي وأحد كبار موهوبيها. لكن التحديات اللي واجهت هانكس في كاستاوي ما كانتش سهلة على الإطلاق. فطلب من هانكس على سبيل المثال إنقاذ وزنه 23 كيلو وتطويل شعره ولحيته عشان يظهر بالمظهر الهزيل اللي ظهر عليه في الفيلم خلال رحلة ال4 سنوات على جزيرة معزولة، فضلا عن تعرضه لإصابة كبيرة في رجله أدت لحدوث التهاب شديد وخطير، واللي تسبب في وقف التصوير 4 شهور كاملة لحد ما تعافى هانكس من الإصابة. لكن كل ما سبق
ولا حاجة مقابل الأداء التمثيلي الغير مسبوق في الفيلم من هانكس، اللي خلاك كمشاهد تعيش حالة الوحدة والانعزال وكأنك معاه على الجزيرة. وحتى بعد إنقاذه وعودته بعد 4 سنوات، ومفاجأة إنه وجد زوجته اللي بتلعب دورها المميزة هيلين هانت اتجوزت وبقى عندها طفلة، نظرا لأن عيلته وأصدقائه اعتبروه مفقود ومتوفي، خلاك تشعر معاه بإنه لازال عنده شعور بالعزلة والوحدة، برغم إنه رجع للعالم الحقيقي وبقى حواليه كل الناس، في مونولوج رائع وممتع في التلت الأخير من الفيلم، على قدر ما هو موجع من الأسطوري توم هانكس. وهنا نيجي لدراما الأشياء وتوظيفها في الفيلم، وعلى رأسها ويلسون، الكرة اللي كانت صديق لهانكس على الجزيرة وقامت بدور صامت محمل بمشاعر. لو كان في إيدي الأمر كنت أستحدث جائزة أوسكار لأفضل توظيف للجمادات في الأفلام، وأمنحها عن جدارة واستحقاق لكرة ويلسون. وتعالوا نعرف إزاي تم إضافة دور للكرة في الفيلم. الكاتب ويليام برولس أثناء كتابته للفيلم قعد في جلسات عمل مطولة مع مستشارين متخصصين في أساليب البقاء على قيد الحياة، وبعد كده عزل الكاتب نفسه فعلا على شاطئ متطرف في خليج كاليفورنيا لمدة أسبوع عشان يختبر شعور الإنسان وهو بيدور على المية والأكل ومكان يصلح للنوم، ويشعر بفلسفة الانعزال وغريزة البقاء اللي بتحرك كل واحد فينا. وبالصدفة جرفت الأمواج كرة لويليام كان مكتوب عليها ويلسون، واللي اتضح إنها من إنتاج شركة ويلسون سبورتنج لإنتاج المعدات الرياضية. ولما رجع عرض الفكرة على هانكس اللي تحمس لها جدا، وابتكروا لها حبكة في السيناريو على إنها كانت موجودة في أحد الطرود اللي وصلت للشاطئ، ولقاها هانكس وقرر إنه يفتح الطرود ويستخدم الحاجات اللي فيها لمساعدته في البقاء على قيد الحياة. ولما جرح في رجله أثناء سياق الفيلم ومسك الكرة بإيده اللي كانت مليانة بالدم، طبعت إيده على الكرة طبعة كانت أشبه بوجه إنسان، وابتدى يحصل ترابط نفسي بين هانكس وبين الكرة اللي سماها ويلسون زي ما مكتوب عليها، وتتحول لصديق ورفيق رحلة شاقة وصعبة. عشان تتجلى عظمة هذه الرحلة بمشهد أيقوني ولا أروع، لما هيفقد هانكس الكرة في عرض البحر أثناء محاولته لمغادرة الجزيرة، ويبدأ في الصراخ والبكاء والمناداة على الكرة وكأنه بيفقد إنسان حقيقي، في مشهد يدرس في علم التشخيص والاندماج في الشخصية. ومن الجدير بالذكر إن كرة ويلسون اللي ظهرت في الفيلم بيعت بعد عرض الفيلم ونجاحه في ميزان مفتوح بقيمة 162 ألف دولار أمريكي. كمان أحد المشاهد المهمة في الفيلم كانت احتفال هانكس لما نجح في إشعال النار، وبدأ بالجري والصراخ والزهو بنفسه لمجرد إنه عرف يشعل نار تدفيه وتنور له ظلمة الليل، عشان بعد إنقاذه يظهر هانكس وهو في بيته ماسك ولاعة بيشعل بيها النار بضغطة زرار بسيطة، في إسقاط من الفيلم على قد إيه الإنسان كائن هش جدا وبسيط، وإنه أضعف بكتير من الطبيعة، لأن نفس الإنسان اللي صنع ولاعة يشعل بيها النار بسهولة هو نفسه اللي بشق النفس عرف يوجد لهب بسيط لما جرد من حياته المتمدنة وعاش منعزل في حياة برية خالية من كل وسائل الراحة والمساعدة. عرض الفيلم في السينمات ونجح نجاح منقطع النظير، وحقق إيرادات بلغت 429.6 مليون دولار من أصل 90 مليون دولار كميزانية إنتاجية للفيلم. ورشح الفيلم لجائزتي أوسكار كأفضل ممثل لدور رئيسي لتوم هانكس وأفضل صوت، ونجح توم هانكس في حصد جائزة الجولدن جلوب كأحسن ممثل عن عمل درامي. خلصت حكايتنا النهاردة عن فيلم كاستاوي. لسه عندي حكايات كتير عن السينما أحب جدا أشارك حضراتكم بيها. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا، ومستني أراء حضراتكم تحت في الكومنتات عن إيه أكتر فيلم بتحبوه للنجم توم هانكس، واكتبولي كمان إيه أكتر فيلم من أفلام سنة 2000 حبيتوه وفاكرينه كويس. كان معاكم أحمد مرعي من قناتكم قناة صوت السينما. يومكم سعيد وسلام.